هاي مودي، انا مهدي وده ويسبر سنابس. ازيك، اخبارك ايه؟ كله تمام. اولا بحكيك على التألق اللي حاصل في اختيارك للممثلين في سيزون رمضان. شكرا. في تساؤل جاي من الجمهور ليك، مم. او عايزين يفهموا يعني ايه كاستنج دايركتور، بيعمل ايه؟ كاستنج دايركتور هو اللي بيختار كل الشخصيات بتاعه العمل مع المخرج. يعني اول ما بيجي السكريبت المخرج بيبعته لي اقراه، اشوف مين المناسب في كل دور من اول الادوار الكبيره لحد الصغيره، وبنقعد نختار. هل في تعارض بينك وبين المخرج عموما لو انت اخترت حد هو لك لا انا مش موافق عليه؟ حصلت معاك؟ يعني عمرها ما حصلت معايا بصراحه. في الاول وفي الاخر القرار النهائي للمخرج، يعني لازم يبقى هو اللي بيختار وهو اللي مقتنع، لان دي شخصياته. بس ساعات بيبقى بنتناقش، يعني لو في حد مثلا انا حاسس انه احلى بقول له طب بص ده احلى انا شايفه كده، تمشي الدنيا. ده بالنسبه للممثلين اللي انت بتشوفهم بيمثلوا، لو هترشحهم لادوار، مم. لو وجوه جديده ايه هي اليتك في اختيارهم؟ اوديشن. الاوديشنز كلها طبعا يعملوا اوديشن وهو الفيصل ما بينهم. وهو ده اللي بيفصل بيخليك تختار طبعا طبعا. اكتر كاستنج. فانا دايما بحب الموضوع. انا دايما في اغلبيه اعمالي في ناس اول مره يمثل، او ناس كانوا عندهم اكسبيرينسز بس ما خدوش ادوار كبيره. دايما الناس بتبقى عندها لبسه ما بين الكاستنج دايركتور دلوقتي والريجيسير، هما الاثنين واحد؟ لا طبعا. طب قول لي الفرق ما بينهم. على فكره زمان خالص بقى كان ساعات الريجيسير ممكن هو اللي يسكن يعني مثلا حد هيقول كلمه، حد هيقول مش عارف ايه، فيقول انا عارف واحده اكلمها مش عارف ايه بالتليفون. ما كانتش الحاجات دي بتتشاف، وعشان كده كان في اختلاف في الكواليتي ما بين الادوار الصغيره قوي 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 ودلوقتي. بس هو الريجيسير شغلانته هو اللي بيكلم الناس التليفون، يقول لهم في اوردر الساعه كذا، في تصوير الساعه كذا في الحته الفلانيه، عايزين نبعت سكريبت الفلان او فلانه، فهو اللي يبعت لهم. دي شغلانه الريجيسير. لكن الكاستنج دايركتور هو اللي بيعمل الكاستنج، هو اللي بيختار الممثلين. هل ممكن تعترض على القصه واحداثها وتغير بعض المشاهد؟ ممكن تعمل كده؟ لا مش ان انا اغير، بس ساعات بقول وجهه نظري. يعني لما بقرا السكريبت اول مره بقول للمخرج انا حاسس ان ده غريب، ده ليه معمول كذا، فبنتناقش فيه. يعني يقول لي صح عندك حق، وجهه نظرك حلوه هنغيرها. ساعات يقول لي لا. ساعات بكتشف حاجات وانا بعمل اوديشن، لان اول احتكاك ما بين الكلام اللي على الورق والممثلين الاوديشنز. فساعات وانا بعمل اوديشن احس ان الكلام فيه حاجه شبه الكاركتر قوي، محتاج يتفك اكتر، محتاج يبقى شبه الكاركتر اكتر. فساعات اقول للممثل طب تعالى نقوله بشخصيتك او باللي انت شايفه صح. انت ممكن تنقي وجوه جديده من ابلكيشن تيك توك او انستجرام او كده؟ حصلت معاك؟ على فكره عملت ده قبل كده. جيسيكا حسام مثلا، انا اصلا عرفتها من على التيك توك، كان في مسلسل ليه لا واحد، لان هي دورها كان في المسلسل ان هي بنت مدمنه تيك توك. فدخلت على التيك توك قلت انا دايما بحب اجيب الحاجات شبه الحقيقه، فلقيت بنت لذيذه وهايبر وبترقص وعندها تالنت كده بتعمل فيديوز، فقابلتها على الحقيقه وخدت الدور ومثلت بقى. بعد كده عملت كذا حاجه. ده ممكن يشوفوا بعض صناع السينما ان هو استسهال، ترد تقول ايه؟ لا استسهال ليه؟ ده مكان فيه جزء كبير جدا من الشعب اللي مش محترفين، اللي مش دارسين واخدين ورش وكده. الناس بتفرغ طاقه جواها، فليه لا ان انا ممكن اشوف حد فيها كويس مناسب لدور. الاستسهال فيها بالعكس. بياخدنا لسؤال ان كده التمثيل سهل مش محتاج دراسه. انت شايف اكتر دراسه ولا موهبه ولا بتتعلمه بالخبره؟ لا بتتعلمه بالخبره دي استحاله. هو لازم يبقى فيه موهبه، ده رقم واحد، بتثقلها بالدراسه وبيبقى عندك حرفه بالممارسه. لكن من غير موهبه خالص وتتعلمها صعبه. يعني استحاله وانا صوتي وحش رحت اتعلم غنى، مهما اتعلمت على ايد اعظم ناس، ربنا مش مديني الهبه. موهبه يعني هبه من عند ربنا، لو ربنا مش مدهاني مش هعرف استغلها. اكتر مسلسل ليك كان الكاستنج بتاعه اختياره سهل، انت بتختار الناس سهل طب انا مش بقول الكلام ده كده كليشيه يعني او منظره، انا ما عملتش حاجه سهله. يعني انا حظي كل اللي وقعت فيه كله ضرب عارف، مفيش. يعني انا اول حاجه عملت لها كاستنج كان سجن النساء، وبعدين يوم للستات، وبعدين وقت الغروب. بعدين كلها حاجات مكلكعه، يعني كلها حاجات تقيله فعلا. ما افتكرش ان في حاجه عملتها كانت سهله. في حاجات كانت ريحها خفيف، يعني عارف اللي هي ايه، ما فيهاش تدوير كتير قوي، مش لازم اقعد ادور على جنسيات واروح محافظات وانزل مش عارف فين وليه طلبات خاصه. بس مثلا اللي انا فاكر اللي هو كان روحه خفيفه واحنا بنسكنه جدا، وكان مش سهل، هو كان صعب بس كان روحه خفيفه. يعني فاهم قصدي؟ كان مثلا 100 وش مثلا العصابه. اما قعدت انا واستاذه كامله اول مره، الناس اللي اخترناهم هم دول المضوا. يعني مش اللي هو حد اعتذر طب هاتوا فلان مكان فلان، لا انا فاكر احنا عملنا صوره وركبنا فيها شكل العصابه جنب بعض، وكانت من اول قعده يعني. ففي حاجات كده بتبقى روحها خفيفه، عارف، بيعدي بسرعه. 100 وش عدى بسرعه فعلا. طيب انت دايما مثلا انت ضربتني مثال بسجن النساء ويوم للستات، كلها اعمال تقيله فعلا وجامده. انت بتختار كل الناس اللي بيظهروا في الكادر ولا بس على الستارز والادوار الرئيسيه؟ كل الناس. في اعمال بعملها بيبقى معايا فيها، يعني بيجي المخرج يكلمني بيقول لي احنا هنعمل مسلسل كذا بطوله فلان او فلان،
شغلنا وبنكمل الناس اللي حواليك. وفي اوقات بيجي لي اعمال ما فيهاش حد خالص، فبيجي المخرج يقول لي عايزين نقرا مين بقى يعمل البطوله، مين بقى يعمل اللي بعده، مين يعمل اللي بعده، وهكذا. اكتر حاجه بتميز الشغل مع الاستاذه كامله ابو ذكري ايه؟ بص، استاذه كامله انا اشتغلت معاها مساعد مخرج واشتغلت معاها كاستنج دايركتور، وفي حقيقه الامر هي اكتر واحده شجعتني على الكاستنج، لان هي اول واحده خلتني اعمل كاستنج. كان في سجن النساء، كنت انا شغال قبلها معاها مساعد مخرج، وقالت لي مودي الورق بيتكتب على الهوا انا مش لاحقه، فعايزاك تعمل اوديشن. واحنا كنا بنعمل ده جزء من شغلنا كمساعدين اخراج، فمش فاهم يعني ايه كاستنج دايركتور، يعني هتكتب ايه على التتر، كان لسه مفيش الشغلانه دي خالص. بالظبط. فيعني هتكتب ايه، هعمل ايه، يعني مش هتاخديني معاكي مساعد، وكنت متضايق قوي. فقالت لي مودي هنعمل زي ما بنعمل، يعني هتنزل تعمل اوديشنز وكده. ونزلت وكنتش عارف انا بعمل صح ولا غلط، يعني قالت لي اخرج المشهد، يعني كانك حسوا كده في الاوديشن كانك هتخرجوا، خليهم يمثلوا بجد، يبقوا في طبيعيين، اتكلم معاهم، هتطلع منهم احسن ما عندهم، كانك بتخرج. قلت لها ماشي. فعملت، قعدت تقول لي برافو، تحفه، هايل، على فكره انت لو كملت هتعمل شغل كويس وهتبقى علامه، ودي شغلانه فيهاش ناس كتير كويسين. وما كنتش فاهم هي بتقول لي ايه، يعني استاذه انت شايفه ان انا مش نافع في الاخراج للدرجه دي؟ عايزه روح بقى ربنا يسهل لك في الكاستنج. بعدين بعد وقت اكتشفت انه لا، عندها حق. وهي هي يعني من الناس اللي حقيقي شجعوني جامد في الموضوع ده، يعني انا حبيت الكاستنج من بعدها. واخترت الادوار الصغيره، يعني مثلا بشوف في سجن النساء في ناس كانوا في السجن نفسه، اللي اتخانقت، الست اللي هي، كل ده احنا كل ده مختارينه. واحة الغروب احنا كنا بنختار الاكسترز اللي بيمشوا في الشارع، يعني في 200 واحد مثلا في الحرب بتاعت اسكندريه او 300 واحد، دول انا رحت اسكندريه اخترتهم واحد واحد باسمائهم، لان ليهم ملابس هتتفصل، وكان اشكال الناس مختلفه. يعني انا فاكره معاك استاذه كامله قعدت تقول لي ما كانش في المناخير اللي عامله كده، احنا عايزين مناخير رفيعه، ماشيين بصور وبحاجات معينه، كان لهم بشره الناس مختلف في الوقت ده. المصريين لو هتسمي مهنتك باسم او بلقب هتسميها مهنه ايه؟ تفاصيل مهنه التعب هتسميها ايه؟ ده سؤال صعب. ادي لها لقب، انت بتدور على تفاصيل. تعالج دلوقتي شوف بقى انت عيب بقى كده. يعني بص، مش هقدر اقول لك لقب، بس هقول لك انا بالنسبه لي شغلانتي عامله زي اللعبه شويه. يعني اول ما بحس ان هي شغلانه بحس اني هفقد اللعب اللي فيها. هي حلاوتها ان انت تقعد تلعب، يعني تقعد تتخيل مين هيعمل الدور ده ومين هيعمل الدور ده، طب مين احلى هنا، طب ده شكله ده المعتاد فيه، لو غيرته حطيته هنا ممكن يبقى احلى. فبلعب. طيب مش طبعا مش داخل بنيه اللعب، بس من جوايا ان انا رايح اتبسط، رايح اعمل حاجه انا بحبها، عايز اعمل حاجه تبقى تشالنجينج وتبقى مختلفه. لو شفت حد شكله لايق على الدور جدا بس موهبته قليله قوي، بتعلمه؟ لا، يعني لازم يبقى حاجه خاصه. يعني مثلا انا عايز حد هينط من الدور ال17، فانا هحاول اعلمه يعني ايه كاميرا، يعني ايه في الكلام، لاني عايزه لحاجه تانية. بس انا دايما بدور على الاول اللي بيعرف يمثل، وبعدين يبقى عنده الحاجه. يعني أنا مثلا في افلام شمسيه معايا دكاتره كتير، كان دايما اهتمامي ان ما هو ممكن اجيب اي دكتور، بس مين دكتور يقدر يمثل، عشان عارف المشاهد دايما بتاع الدكاتره بيطلع بتتمثل بيبقى دمها تقيل، اللي هو البقاء لله مش عارف ايه فلان، عملنا اللي علينا بقى والباقي على ربنا، عارف المشاهد الغلسه دي. فبتلاقي الكاستنج حلو وفيه بقى حاجات كده طالعه مش حقيقيه. فمثلا كان من ضمن الحاجات اللي بتخوفني دي مثلا دور ممرضه، دكتور، عارف الحاجات اللي هي عسكري، الحاجات دي اللي هي كده. فكنت بدور مين دكتور بس يعرف يمثل. فهي بتبقى كده، يعني دايما بدور على التمثيل، مين اللي شكله حقيقي، مين اللي يبان بسيط مش بيمثل مش بيأفور. طب قولي، انت بتفكرش تخرج دلوقتي؟ بفكر طبعا، بس لسه مستني ان انا الاقي ورق مناسب، موضوع كويس ان انا ابقى حابب اني احكيه يعني. وساعتها هتبقى تختار انت برضو النجوم ولا هتجيب بقى كاستنج دايركتور؟ يعني مش عارف. اصل يعني برضو انا لما بعمل كاستنج مع مخرج بنبقى عينين، يعني انا وهو بناخد راي بعض. طب ايه رايك، مش عارف ايه، انا هاخد راي مين؟ هاخد راي نفسي، خدني معاك. بس انا معايا مساعدين رجاله شاطرين 100 راجل، يعني كلهم بصراحه شايليني، واعتقد ان هم ساعتها هيبقوا عيني برضو، هيبقوا هم اللي بيعملوا لي الكاست. مودي كلمني اكتر عن الورشه اللي انت بتعملها عشان تطلع وجوه جديده وتخليهم معتادين على الاوديشنز. انا مش الهدف منها اني اطلع وجوه جديده، والهدف، ودايما بقول اللي عايز يجي الورشه عشان اشوفه ما يجيش، انا ببقى عايز ناس تيجي تتعلم بجد. اللي هو تعالى خد معايا الورشه عشان تشتغل وعشان اشوفك وكده، لا مش محتاج، ابعت لي الشريط بتاعك والموضوع بسيط وببلاش ومفيش اي حاجه. بس دايما اقول ان انا الورشه بتاخد من مجهودي ومن طاقتي ومن وقتي، وانا مشغول جدا، فببقى رايح بحب اني فعلا عايز اعلم الناس يعني ايه اوديشن ويعني ايه يعملوا اوديشن. وبحس ان دي حاجه كويسه انا بعملها لنفسي ولكل زمايلي ولغيري وليهم هم كممثلين، ان يعني ايه الممثل يروح جاهز للاوديشن، ازاي يعمل اوديشن. هي الورشه عباره عن اكسرسايزز كتير قوي، اصعب الاوديشنز اللي مرت عليا، فمن خلالها بقدر اقيم اللي قدامي، اقول له ايه اللي ناقصه، محتاج يشتغل
يشتغل على ايه، اللي محتاج يشتغل على صوته، اللي محتاج يشتغل على جسمه، اللي محتاج ياخد ثقه في نفسه، مش اكتر من كده. هو بيبقى محتاج حد بس يقول له برافو انت شاطر، كمل كمل كمل. وناس كتير بتجيلي الورشه بيبقى عندهم عدم ثقه في نفسهم، يعني موهبه كبيره جدا بس ما عندوش ثقه في نفسه. فلما بيعمل كل مره الاكسرسايز اللي هو صعب جدا وبعدين يلاقي اتقال له برافو، فبيبتدي ياخد ثقه في نفسه، يبتدي على عنده فيبتدي يتجرأ اكتر. وناس كتير بعد الورشه بقوا يبعتوا لي مودي احنا عملنا اوديشن واتخذنا في الدور، حاجات بعيده عني ماليش دعوه بيها، فببقى مبسوط، بحس اني بعمل حاجه كويسه. يعني انا بالعكس سبب ان الناس تشتغل ويجي لهم رزق وبيتهم يتفتح، يعني دي بالنسبه لي دي حاجه كبيره. طب قولي الشروط عشان اتقدم لورشتك في عالم تاني، محتاج ايه؟ بتشوف البني ادم ولا اي حاجه، تبقى فعلا بتحب التمثيل، بتعرف تمثل. هل بتعمل له اختبار في الاول، اختبار قبول او حاجه؟ لا لا لا، كل المتقدمين لا بقول له ابعت لي شوريل، لو ما عندوش شوريل بقول له صور مشهد بس مش لغه عربيه، يعني صور اي مشهد وابعته لي. طب لو حد ما عندوش ثقه بنفسه وهو اصلا بيخاف من الكاميرا، هيصور لك ازاي ويبعت لك؟ ما هو ممكن يبقى خايف انه بيبقى عنده خوف من الاوديشن، مش انه يصور مشهد لوحده في البيت ويبعته. طب مودي يقول لي كده مين اللي طلعوا؟ يعني انعش ذكرتنا قلنا انا عملت كذا وكذا وكذا مع حد في الوجوه الجديده انا اللي طلعتهم. انت قلت جيسيكا. حرام عليك ده سؤال صعب بجد، انا مش عارف اركز جيسيكا. قلت جيسيكا حسام الدين. جيسيكا حسام اول مره تمثل معايا تقريبا. كل مسلسل مين قال؟ كان في يوسف جابرييل، هو الوحيد اللي اول مره كان يمثل. الباقيين خدوا ادوار صغيره بس عملوا دور كبير. في ليه لا اللي كانت طالعه بنت نيلي كريم كانت اول مره معايا. فريده رجب. لا ناس كتير قوي، انا خايف انسى حد بجد. بس هو علي انا دايما علي مش اول مره على فكره. يعني هو اول مره يعمل دور مميز كده. هو طلع في حاجه صغيره قبل كده في الكبير، طلع مشهد او مشهدين. انا اصلا اعرفه من ساعه ليه لا اتنين اللي هو كان بتاع منة شلبي. كان الاختيار ما بينه وما بين سليم، وساعتها هو كان سنه صغير قوي فاخدنا سليم. اوكي. اللي عمل ليه لا. ومن ساعتها انا فاكره وفي بالي، وعامل معايا مسلسل تاني اسمه كتالوج لسه هينزل على نتفليكس مع محمد فراج، اوريدي نزل منه برومو كده. هو الولد شاطر قوي ويجنن بصراحه. انا بحبه جدا وبحب مامته وعيلته جدا، وبحب قد ايه هم بيشتغلوا عليه، ومامته مهتميه قد ايه بتعليمه بجد التمثيل. يعني شافت الموهبه فيه وكبرتها من سن صغير، واظن بان يعني في المسلسل قد ايه هو ناضج وفاهم وبيحس. اما دايما في كلمه بتتقال لبعض الناس اللي بقوا الفركوك اللي في الشله، الواد اللطيف، يقول له انت بتعرف تمثل. انت لما تقولها لحد تبقى شفت فيه ايه؟ يعني انت لما تشوف حد تقول له انت بتعرف تمثل من غير حتى ما يكون في كلام ده. لما يبقى بني ادم روحه خفيفه، في ارواح خفيفه كده بتخش القلب من اول ثانيه، وفي ناس تقعد معاهم تحس ان هو روحه تقيله متفلسفه قوي، عارف تقوقز القوقاز متقوقزه كده. فتحس ان احنا مهما حاولنا نفكه هو عامل كده في نفسه. في ناس روحها خفيفه كده، يعني ممكن في الشارع وانت ماشي تلاقي واحد بيهزر معاك. انا مره كنت في الحسين وقاعد باكل فول في رمضان وبتسحر وكده، وجي واحد بتاع تنوره قعد يهزر معايا وبتاع ومش عارف ايه. قلت له مش عايز تمثل، هات رقمك. وعملت له اوديشن. المسلسل لسه ما اتعرضش بس هو اوريدي راح وانت اكتشفت فيه ده. بس هو روحه خفيفه جدا. فممكن يبقى استخدمه في حاجه صغيره. يعني انا مش بقول في الاخر انت الفن ملوش مكان ان انت تجيب منه ممثلين. في نجوم كبير اللي كان قاعد على قهوه وحد شافه قال له تعالى، فيعني ملهاش دعوه. هو في الاخر هي موهبه زي اللي صوته حلو، انت بقى بتثقلها بالدراسه وبالورش وبالشغل والحاجات دي كلها، لكن في الاخر هي موهبه، فهي ممكن تبقى موجوده عند اي حد، واحنا شعب دمه خفيف اصلا. طب من غير ما تقول اسماء، هل في نجوم على الساحه حاسس ان هم مش موهوبين؟ اكيد. طب مش زي اكيد مش هقول اسماء بس اكيد زي ما موجود في كل الاقسام، مش بس في التمثيل وفي الغنى وفي الاخراج وفي التصوير وفي الرقص وفي الرسم. يعني في ناس موهوبه وفي ناس موهومه، فده اي نوع فن على فكره من قديم الازل. يعني في حد بيبقى مصدق وفي حد بينجح من كتر ما هو مصدق على فكره. يعني ما بيبقاش موهوب بس بينجح، ده برضو من عند ربنا. طيب بما انك انت كاستنج دايركتور وفي مخرجين، ليه بتختاروا انصاف المواهب تمثل؟ يعني نختار ايه؟ انصاف المواهب تمثل. يعني في ناس موهومه، ليه اختارهم واطلعهم هم؟ انا ما اعرفش، انا ما عملتهاش. الحمد لله، ويا رب ما اعملها ولا تتكتب عليا يعني. لحد دلوقتي ما عملتهاش. طب تفتكر ليه مخرجين بيقبلوا ده ويطلعوا ناس نص موهبه او مش موهوبين قوي ومع ذلك بيطلعوا؟ اكيد بيبقوا شايفين فيهم حاجه. اصل خد بالك احنا يعني انا مني ليه كل واحد فينا اختلافه عنده اختلاف في وجهه نظره عن فلان او فلان. انا ممكن ابقى شايفه نص نص، انت بالنسبه لك ده لذيذ قوي ودمه خفيف، انا ممكن ابقى شايف دمه تقيل، حد تاني ممكن يكون شايفه عبقري، حد تالت ممكن يبقى ما بيحبوش من غير سبب. فيعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. احنا
مفيش فنان في الدنيا الناس كلها تجمع عليه، حتى العمالقه الاساتذه التاريخ كل حاجه تلاقي في ناس تقول لك ايه لا ما بحبوش، انا مش عارف ايه لا ماليش فيه كده. انت دلوقتي شايف مين اكتر موهبه نسائيه على الشاشه واكتر موهبه رجاليه من وجهه نظرك انت؟ بص موهبه واحده مش هقدر اقول حد واحد، اوكي، بس من اقرب الممثلات لقلبي منى شلبي، واكيد ومنى زكي وهند صبري ونيلي كريم يعني انا كلهم، وامينه خليل. انا خايف انسى حد ومش عايز احدد اسماء، لانه احنا فعلا بلد طول عمرها عندها مواهب كتير جدا جدا اختلاف اقسامها، وفي الرجاله هتلاقي عندنا ناس كتير موهوبه. اي حد شاطر انا بحبه، واي حد موهوب مش انا بس اللي بحبه، كلنا بنحبه حقيقي. لان اكيد بيبقى بيأد فاليو لاي عمل بيتحط فيه. طيب مودي، قبل ما اقول لك باي باي عايز اعرف منك اسمين نفسك يمثلوا مع بعض وهيعملوا حاله فنيه هايله جدا، شايف ان اكتر اتنين دول لازم تمثلوا مع بعض، انا لازم اجمعكم في عمل واحد؟ انا نفسي ان احنا نرجع تاني نعمل افلام زي زمان اللي يبقى فيها اكتر نجم مع بعض. احنا دلوقتي بقى صعب ان احنا نعمل تجميعة فيها كذا نجم، يعني زي احلى الاوقات وزي سهر الليالي، فاهم قصدي؟ وحتى زمان كان في افلام كتير كده. نفسي تاني نرجع ان يبقى الفيلم فيه كذا نجم ويبقى مكتوب فعلا حلو، لان انت في احلى الاوقات الثلاث ادوار حلوين، سهر الليالي الرجاله وادوار الستات كلها حلوين، عارف الادوار اللي مكتوبه مخدمه على كله. هو كل نفسي نرجع كده بيبصوا لمساحات الدور، لاسم مين على التتر. هي مشكله الصناع مش مشكله الجمهور عايز يشوف كل الناس مع بعض. وانا كمان نفسي يا ريت بقى يبقى في فرصه ان احنا لا انها كمان بتبقى تكلفه كبيره على المنتج انه يقدر يدفع اجور الممثلين دول كلهم يعني، بس اتمنى اكيد. مودي لو حد عايز يمثل قول له اختصارا يعمل ايه؟ يتعلم، حتى لو عنده الموهبه يثقلها، يدرس في الأكاديمية أو ياخد ورش لو معرفش يدخل الأكاديمية، لأن الورش بتعلم مدارس كتير وبتخليه يكتشف مناطق مختلفة جوه نفسه، يبقى واثق من أدواته وبس، ويروح مكاتب الكاستنج يعمل جنرال وربنا يكرم الناس كلها. مودي انت شرفتنا ونورتنا في وسط السنابس، وعايز اقول لك ان اسمك مسمع جدا والناس كلها حباك حتى وانت ورا الكاميرا، فدي فرصه عشان نقول ادي اللي مطلع كل الحاجات دي. شكرا. انا بشكرك جدا جدا جدا. انا كمان بشكرك، وان شاء الله في تقدم يا رب. شكرا.